السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني ومتابعيني، لو عاوزين تعرفوا النهضة العزيزية دي اتعملت ازاي خليكم معايا على الفيديو. بس قبل اي حاجة، اللي بيحب ربنا يدوس اشتراك ولايك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا ندخل على الفيديو عشان نشوف طريقة العزيزية مع بعض وبالطريقة والمقادير. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. قبل اي حاجة، اللي بيحب ربنا يدوس اشتراك ولايك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. واهم حاجة تشيروا الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. النهاردة هعمل لكم ايه؟ النهاردة هعمل لكم المكرونة بلبن العزيزية. طريقتها ازاي؟ معايا هنا على النار 1.5 كيلو من اللبن، بسيبهم كده لسه مغلوش ولا اي حاجة. ده لبن جاموسي طازة. معايا ايه تاني؟ معايا هنا المكرونه. هما دول شويه المكرونه، هننزل بيهم حاجه بسيطه كده، حزمه في الايد. هننزل بيهم في اللبن يغلوا مع بعض. سيبهم كده براحتهم ونكسر فيهم بالمعلقه. ساعه السكر هوريكم كميه السكر اللي انا بحط فيها. هو هينزلوا كده مع بعض اهو. ممكن كمان نكسر دول كمان اهو. اهو معاكم اهو. خلاص احنا بنفضل نقلب فيها كده زي ما انتوا شايفين، وببوز المعلقه كده بتفضلي تكسري فيها، معلقه الخشب دي. نفضل نقلب كده كده كده. اصلا المكرونه هتنزل الماده النشويه اللي فيها اهو. نفضل نحرك فيها عشان ما تعملش اي تكتلات من تحت او تكلكع او اللبن يشيط منك، لان اللبن ده بيبقى سمين فبيشيط من تحت، فاحنا مش عايزينه يعمل الطبقه اللي تحت دي. فايدنا فيها دايما هتتعبنا شويه، بس ايدنا فيها دايما عشان ايه؟ نلاقي فيها النتيجه المظبوطه اللي احنا عاوزينها. اهو يا حبايبي انا بقلب معاكم اهو. هننزل بالسكر. معايا نص مج من السكر. سكر بقى على حسب انت ما بتحبيها ايه، بس نص مج هيظبطها. تفضلي برضو تقلبي فيها تحركي فيها. هي زي نظام الرز ابو لبن، بس بتبقى عايزه صبر شويه. نفضل نقلب فيها كده اهو. احنا لسه بنقلب فيها اهو زي ما انتوا شايفين اهو. القوام بتاعها بدأ يتكثف شويه اهو. هنحط لها بقى معايا اهو زي ما احنا شايفين اهو. القوام بتاعها بدأ يقصر شويه بشويه اهو. هنحط لها دلوقتي باكت من الفانيليا. نحط لها مكون هيخليها طعمها تحفه، 3 معالق من الكريم شانتيه اهو. ونقلب برضو معايا اهو. خلاص قلبنا الكريم شانتيه اهو في الخليط زي ما انتوا شايفين اهو. بدأ يتقل معانا. معايا هنا بقى ايه؟ معايا هنا 3 معالق من النشا على كام معلقه من الميه كده يدوبوا فيهم. هننزل بهم سرسوب سرسوب ونقلب عشان ما تكتلش، عشان كل نشا ليه قوام مختلف. ممكن تربط معاكي من معلقه، ممكن تربط معاكي من معلقتين كده. تحطي ريحه وتقلبي، ريحه وتقلبي لغايه ما تلاقيه خلاص جمد معاكي وبقى كويس. ما عدتوش تحطي، يحتاج منك مش مشكله تجيبي تاني وتحطي اهو. تقلبي كده اهو اهو اهو. احنا لسه بنقلب فيها وخلاص هي كده ربطت. ده القوام المظبوط بتاعها. ننزل بقى فيها في الصينيه اهو. انا بصبها اهو. الصينيه مدهونه سمنه بلدي، وبنزل بكل الخليط زي ما انتوا شايفين كده عشان ادخلها الفرن على طول. وهوريها لكم بعد ما نطلعها. معانا اهو طلعتها من الفرن. هدينا بقى صفار بيض كده عشان تاخد اللون الحلو بتاع المحلات اهو. عليه فانيليا، عليه ريحه سمنه بلدي اهو. هدهنها وادخلها الفرن واوريكم شكلها بعد ما تطلع من الفرن ان شاء الله. ورجعت لكم تاني يا حبايبي اهو. المكرونه ام لبن خلصت اهو، طلعت من الفرن بس لسه سخنه نار. اول ما تبرد هقطع لكم منها خلطه ان شاء الله واوريكم شكلها النهائي باذن الله.